اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا شباب؟ وبنكمل قصتنا وبنكمل القتال بين ميلودايس وديانا، وبيكون مشتعل جدا بينهم، والاتنين مش بيكونوا عارفين انهم تحت التأثير وبيتقاتلوا بكل قوتهم، لحد ما إليزيس بتتكلم وبتفوقهم، وهما الاتنين بيتفاجئوا فين الفارس اللي كنا بنهاجمه من شوية، وما لحقوش يفوقوا والحارس بيرن الجرس تاني. ده انت عيل سائل يا جدع. وبيرجعوا يهاجموا على بعض تاني، والولد بيترعب جدا وبيجري يستخبى في اللي معاه. وفي واحد كمان من الفرسان بيظهر وبيكون عاصفة من الحشرات وبتهجم عليهم، والولد الصغير بيدخل فيهم وبيكون خلاص هيموت قدامه، بس إيزيس بتضحي بجسمها وبتدخل وسط الحشرات تدافع عنه. أخلاق والله يا بنتي. والولد الصغير بيبص لها بصة احتكار كده وبيقول لها جدع والله، ضحيتي بنفسك علشان تنقذي عيل صغير زي حالاتي، بس يا خسارة تضحيتك راحت على الفاضي. وبنعرف ان ده بقى الفارس اللي خلاهم دخل في الوقت. تصدق وتأمن بالله انت راجل خبيث قوي. وإيزي بس بتقعد تتحايل عليه يرجع لطبيعته، بس الفارس بيدفعها في الارض وبتقع بعيد جدا، بس بيقول لها كمكافأة ليكي هرفع لك ادخلك في الوقت. ولسه هيقول وهيشاور على الجرس، بس مش بيلاقي الجرس، وبتكون إيريس عارفة خدته اصلا. والفارس بيتعصب جدا وبيبقى خلاص هيضربها، بس ميلودايس بيجي وبيمسك ايده وبيمنعه، وبيروح على إيزي بس وبيقول لها انا خلاص قبلت بعزيمتك وهساعدك، وكمان هساعدك بكل قوتي. والفارس بيستغل الفرصة دي وبيضرب ميلودايس بكل قوته وبيبعده عنه. بس انت فاكر ان ميلودايس هيسكت؟ لا والله العظيم ما هيسكت، وبيهاجموا وبيطيروا لبعيد وبيكسر جدار السجن بعدها. وبعد كده الفارس بيقع وميلودايس بيقول له ده جزات علشان ضربت حد انا بحبه. والله اكبر عليك، ايه الحلاوة دي. اما الفارسة بتاعت الحشرات فديانا قامت معاها بالواجب وزيادة يعني، والحراس كلهم خافوا وطلعوا يجروا رهوات. وبنرجع عند إيزيس وكانت تعبانة جدا وفيها كمية جروح مش طبيعية ومش قادرة تتحرك، وديانا بتروح عليه وبتقرر انها ترجعها المدينة تاني علشان تتعالج. بس إيزيس مش بترضى وبترجع بس إيزي بس مش بترضى وبتقرر تفضل معاهم وتكمل معاهم الطريق للآخر. وديانا بتوافق على عزيمتها وبتحطها في شنطتها معاها. يا ست انت شايلة كيس بصل. وبيروحوا يسألوا الراجل اللي واقف عن مكان بنت الطبيب، وبام بيقول لهم على المكان فعلا. وبيروحوا أول لما بيدخلوا جوه السجن الفارس بيرمي عليهم تحويزة تحبسهم جوه السجن للأبد، وبيقول مستحيل أي حد يعرف يطلع من هنا حتى لو كانت 10 تنانين هيكة. وفي الوقت ده ديانا بتعرف مكان بنت الطبيب وراحت علشان تنقذها، والبنت كانت مرعوبة جدا منها، بس في الآخر اغمى عليها. وديانا خدتها وحطتها جنب إزاز، بس وهم واقفين كده بيسمعوا صوت جاي من وراهم وبيلاقوا بان خطيئة الثعلب. وبنعرف إن بان عرف يهزم الفرسان المقدسة وشال الحديد اللي في صدره. يا واد يا جامد انت. وبعد ما ميلوسايس بيشوف بان بيبداوا الاتنين يرحبوا ببعض، وهزار كمان تقيل شويه او تقيل قوي الصراحه. ومن هزارهم السجن او الحجز اتهد من كتر الهزار بتاعهم. يلا بينا نهد الحيطه يا صاحبي. طبعا الفرسان وحراس السجن لما شافوا قوتهم هربوا كلهم، كل واحد حط جلابيته في بقته وفوق هو يجري. وبعد كده ميلودايس والباقي رجعوا على المدينه، والمفاجاه بقى لما رجعوا بيلاقوا الطبيب لسه عايش. يا جدعان ده لسه الراجل كان قسمه من نصين وكان ما ماتش زي ما هم فاكرين. وميلودايس بيسأله عن ايه اللي حصل، والطبيب بيقول له انا بجد مش عندي اي فكرة وازاي انا خفيت. وبعد كده الطبيب بيعزمهم على وليمة علشان هم رجعوا له بنته فبيوافقوا. ابو بلاش كتر منه يا صاحبي. وايزي بس كانت اتعالجت وهي نايمة علشان ترتاح وتحضر الوليمة بالليل، بس بعد ما عرفتها ديانا بان الطبيب بقى كويس كانت فرحانة جدا، ومن كتر الفرحة عيطت. وبيدخل الليل والقائد ميلودايس بيعرفهم على بان، والكل بيرحب بيه، وبان بينصدم ان في خنزير بيتكلم. عارف كده تحس ان هو بيتفرج على تيمون وبومبا، بس مع الوقت بينسجم. وبعد ما احتفلوا الخطايا برجع بان ليهم مع الطبيب وبنته، قرروا بعدها ينتقلوا لعاصمة الموتى علشان هم سمعوا ان كينج هناك وفعلا يروحوا هناك، وكلهم بيكونوا متحمسين جدا. وبان في الوقت ده بيفتكر ذكريات مؤلمة في الماضي بتاعه لما حاول يسرق كاس الخلود، بس الحارسة بتكون هناك وبتمنعه، وبيحاول يطلع تاني بس بيمنعوه، والتالتة بس برضه بتمنعه، والحارسة بتوقعه من على الشجرة. لحد ما مان بيتعصب في مرة وبيقدر يسرق الكاس منها، ولسه هيشربه والحارسة بتكتفه بالشجرة وبتاخد الكاس منه وبتقول له انت ازاي مش بتموت من الوقعات دي؟ انت متأكد يا ابني انك بشري عادي؟ وبان بيقول لها كل مرة بقى على حاجة شكلي وبتحميني. شوف يا ست بقى انا ربنا ساترها معايا ازاي والله العظيم عشان سالك. وبتعرف ان الغابة بتحمي الشخص ده وكده وراه حاجة وبتكون اسمها ايلين، وبتقول له ان الكاس ده هو روح الغابة، ولو شربته الغابة كده هتموت، وغير كده الغابة دي هتختفي من الوجود اصلا. وبان بيقول لها خلاص فهمتك مش عايز حاجة، بس هي كانت شاكة فيه اكيد يعني بيكذب، وبتقرأ الافكار بتاعته وفعلا مش بيكون
بيكون بيكذب وبعد كده عرفته بنفسها. وبان بعد كده بيفوق من النوم وبينزلوا على مدينة الموتى وبيدوروا على الكينج هناك، وإيزابيث بتسأل ميلودايس عليه وبيحكي لها عليه وبيقول لها ده نجم حظ الخطايا. وبان بيكون ماشي في المدينة وبيحاول يدور على أي معلومات ومش بيكون بيلاقي أي حاجة، وبيلاقي بنت بتقع قدامه من الجوع وبيروح عليها عشان يفوقها. يا سلام على الشهامة يا جدع اللي بتنقط منك. والظاهر إن البنت دي كانت جعانة وما كلتش حاجة بقالها فترة كبيرة، وأخوها هو كمان بيشوفها وبيفتكر إن بان خطفها ويحاول يحميها، وبيرشق على حد في بان وبان مش بيتحرك، والبنت بتروح عليه وبتقول له إن هو كان بيعتني بيها مش أكتر. والولد بيعترف بالخطأ بتاعه وبيتأسف منه على اللي عمله. وفجأة بيترمي رمح بيخترق جسم بان وبيكون عليه ولد صغير كده وواضح إن ده كينج، بس بان مش عارفه. والزاد بيقول له مش عارفني يا خطيئة الثعلب، ولا أقول لك يا بان أنا مش ممكن أنسى الجريمة بتاعتك ولا قتلك لحارسة غابة الجنيات، أنت لازم تموت دلوقتي. وبان وقتها بيتعصب جدا وبيقول للولاد اللي جنبه يبعدوا شوية وبيهجم عليه بكل قوته، والاتنين بيكونوا أقوياء جدا. وميلودايس وديانا بيهاجموا عليه وبيعرفوها على كينج وبان. وبان مش بيكون مصدق إن هو علشان كل ده اتغير تماما. وديانا لسه جاية تقرب على كينج وبيلف وشه وبيمشي وبيسيبه. وبعد كده بان بياخد الأطفال الصغيرة وبيعلمهم أكل عمرهم ما كلوه قبل كده، وهوك بيبقى أول مرة يدوق أكل حلو. وتقريبا كده إن بان طباخ جامد، والأطفال وهم بياكلوا هم مبسوطين جدا ومش بيبقوا عارفين يردوا الجميل لبان ازاي. وبيقول لهم أنا عايز أعرف ازاي أدخل مدينة الموتى، أنا مش عايز غير كده. وميلودايس بيقول له إحنا لقينا كينج وهنروح نعمل إيه هناك. وبان بيقول له يا عم استحالة ده مش كينج. وميلودايس بيقول له لا هو يا عم والله. وبيسألوا الطفل ده على مكانه وبيقول لهم هي موجودة في المدينة بس مفيش أي حد يعرف يدخلها. وبيقول له بلاش ألغاز، قول على طول عايزين نفهم. والبنت بتقول له ذكرى ثمينة مع شخص ميت هتفتح لك الطريق لغابة الموتى. وبالنسبة للولد اللي عورك ده كل يوم بيسأل عليه بس برضه مش بيعرف يدخلها. وبان بيقول للبنت تمام وبيكون خلاص قرر يدخلها. وفي الوقت ده كينج بيكون طاير ومبسوط جدا وشكله بيحب ديانا قوي، وبيفتكر بعد كده بان وبيتعصب جدا. وبعد كده بيروح عليهم تاني. وفي الوقت ده بيكونوا رايحين على المدينة علشان يشوفوا هيدخلوا عاصمة الموتى ازاي. وبان بيقف كده وبيفتكر ايلين وهي بتسألها كانت عايزة كاس الخلود ليه، وبيقول لها علشان حياتي ملهاش طعم دلوقتي، قلت لو عشت لو وقت اكتر يمكن في حاجة في حياتي تتغير. وايلين بتقول له تمام. وبان بيفوق من ذكرياته والمكان كله بيتملي ازهار والكل مش بيكون مصدق، وعاصفة بتلف حواليهم ودي المفروض البوابة، والبوابة دي اللي هتنقلهم جوه العاصمة الموتى. وكينج بيستغرب ان هم يدخلوا وبيجري يدخل معاهم في الاعصار، وبيوصلوا على مكان غريب جدا والكل مش بيكون عارفين هم يدخلوا ازاي. وفجأة بان بيشوف ايلين وبيجري عليه، وكينج بيشوف بان وبيجري عليه وبرضه عشان يقتله. وفي الوقت ده بتكون في فرسة ظهرت وعرفت ان الخطايا في عاصمة الموتى وقررت تروح هناك وتقتله، وشكلها هتبتدي تولع من هنا بقى. والفرسة بتمسك الاطفال وبتخنقهم لحد ما يقولوا لها طريقة الدخول، وبتكون اسمها غيلة وبتقول لهم طول ما هي عاصمة الموتى انا هعرف ادخلها بطريقتي. وبتدخل ايديها في جسمها وبتوقف النبض بتاعها. وميلودايس وهي ماشية في عاصمة الموتى كان حاسس ان في كيان غريب دخل معاهم وبيكملوا مشي عادي. وكينج بيجري ورا بان وبان بيقول له ابعد عني وبيتعصب منه وبيحاول يضربه، بس كينج بيثبته في مكانه. وبان اتأكد ان كينج فعلا سأله انت بتعمل كده ليه. وكينج بيقول له بعد ما سبت الخطايا من 10 سنين كنت راجع على موطني غابة الجنيات، بس لقيت الغابة اتدمرت وبقتش موجودة فيها اي حاجة. وانا اول لما عرفت انك انسان خالد قلت ان ده عادي، بس متوقعتش تكون قتلت الحارسة علشان تبقى كده. وبان بيقول له انت تعرف ان الحارسة دي مين اصلا. وكينج قال له ايلين تبقى اختي وانا مش هرحمك. وبان بيقول له طيب هتموتني ازاي وانا اصلا مش بموت. وكينج قال له مش لازم اقتلك، انا هحكرك هنا بوسطة سلاحي، لا هخليك تعيش ولا هخليك تموت، هقطع عليك ميه ونور عشان تعرف بقى ان الله حق. ولما بان اتعرف على ايلين في الاول سمعها وهي بتقول يا ريتك كنت جاي علشان تسرقني انا بدل الكاس يا بان. فبان سمعها وقال لها وماله احنا لسه فيها اهو. وايلين بتقول له بس انا عندي مسؤوليات ومش هينفع اسيب الكاس هنا. وبان بيقول لها مش انتي قلت ان عندك اخ بعيد، انا هرجعه علشان اسرقك من هنا. وهي بتفرح جدا وبتكون في قمة السعادة، بس مرة واحدة بيظهر شيطان وبيهجم على الغابة وبيحرق كل الاشجار اللي فيها. وايلين بتلاحق على الكاس وبتقول لبان اهرب بسرعة، بس بان مش بيسمع كلامها وبيروح على الشيطان عشان يقتله. وبيستخدم القوة بتاعته وبيطلع قلبه بكل سهولة وفاكر ان كده خلاص قتله، بس المصيبة ان الشيطان عندها اكتر من قلب. وايلين بتحاول تلحقه بس بيضرب الاتنين وبيكون هيموته. وبان بيقول له ايلين اشربي من الكاس ده واهربي من هنا بسرعة.
بس ايلين بتشرب من الكاس وهو بيفضل هو بجروحها، وبان بعد ما بيشرب القوة بتاعته بترجع له وبيرجع يضرب في الشيطان لحد ما بيقتله، وبيروح علشان يحاول ينقذ ايلين بس كانت خلاص بتموت وبتقول له قول انت عايز تسرقني تاني، ولسه هيقول لها بتكون ماتت، وبان بيتأثر جدا وبيقعد يعيط. وبنرجع للوقت الحالي وكينج كان بيودع بان وكان هيمشي، وفي نفس اللحظة الفارسة كانت وصلت عند ميلودايس وكانت بتبقى عايزة تقتله، وأول لما ميلودايس بيشوفها بيحس بخطورتها وبيقول لهوك ياخد إليزيس ويروحوا بسرعة بعيد عن هنا. وهوك بيسمع الكلام وبيفضل يجري لحد ما بيقول له المكان هنا حلو وكفاية كده، بس بيلاقي ميلودايس مخبوط فوقه وبيقول له هوك انت لسه هنا، امشي يا ابني بعيد عن هنا انجز. وفعلا هوك بيمشي وديانا بتطير على صخرة كده، ولولا ان ميلودايس بيلحقها كان زمانها اتفرتكت. والفرسة دي بتوصل وبتقول لهم وروني اخركم، وديانا اتعصبت وبتبقى عايزة تقتلها بس هي مش بتتأثر معاها اي حاجة، وميلودايس بيستخدم عليها العاكس الكامل لضربتها، والبنت بتبقى عارفة وبتهاجمه بأقل طاقة ليه، وعلشان كده ما بتتأثرش بيه. وفي نفس الوقت كان كينج بيشيل الرمح بتاعه بعيد عن بان وبيودعه، وبيكون لسه هيمشي وبيلاقي نور متجمع حوالين بان وبيكملوا كينج. واتصدمت ده صوت اختي وهي بتكلم بان ليه، وبتبوس بان والتحجير اللي عليه بيتفك، وكينج كان واقف كده بينادي عليه بس ايلين مش بترد عليه، فبيعرف انها لسه زعلانه منه علشان هو سابها ومشي. وبتسأل بان ايه اللي جابك هنا، وبيقول لها انا جيت عشان اقول لك جمله واحده، في يوم من الايام اتاكدي ان انا هسرقك هنا. وايلين بتتاثر جدا وبتعيط، إيه الرومانسيه دي بس. وبان بيسيبها وبيمشي وكينج بيقع على الارض من الصدمه وبيقول لها هو ازاي كده، وبيسأل ايلين مش هو اللي قتلك. وايلين بقى بتحكي له كل حاجه وان بان عوضه عن كل الفتره اللي فاتت والفتره اللي عاشها وحيد في اسبوع واحد، وهو استفزك في الكلام بعد ما عرف انك اخويا، وبان طيب ومش وحش زي اللي في دماغك وعايزك تكون جنبه وتساعده. في الوقت ده ايزيبيس وهوك بيروحوا على مكان كينج وبيحكوا له عن كل اللي حصل، وايزيبيس بتقول لهم ان في فارسه هناك بتهجم عليهم ومحدش قادر عليها، وكينج كان واقف بيفكر ومش عارف يعمل ايه. وبان في الوقت ده بيوصل عند ميلودايس وديانا ويحاول يهجم الفارسه بس برضه مش بتأثر فيها اي حاجه، وشكل محدش قادر على البت دي خالص. وبعد كده بتهاجمهم كلهم وبتضربهم وبترشق السيف في رقبه بان وفاكره ان مفيش حد زيها بقى، بس هوب بيرشق في بان رمح ايوه كده هو كينج. وبان بيسأل كينج ايه اللي انت بتعمله ده، وكينج بيقول له انا جاي انقذك. والفارسه في الوقت ده كانت بتجهز عشان تقتل كينج وبتقول له اجهز علشان هتموت، وبيضربها بس بتصد هجماته كلها بالرمح بتاعه، والرمح ده بقى اسطوري اسمه شينزافور. والفارسه انبهرت منه وقالت له حلوه الموجه دي، يلا بقى تعالوا انتوا الاربعه. بس كينج بيقول لها لا انا لوحدي كفايه، وميلودايس وبان اكدوا على كلامه وقعدوا عشان ما يتقتلوش معاه. وبتكون خلاص هتهجم على كينج بس فجاه الرمح بتاع كينج بيعورها في وشها وبيديها يجي 70 غرزه كده جنب بعض جوه وبره، وما لحقتش تتكلم وبتلاقي هجمات عليها من كل اتجاه، اوعى يا كينج يا جامد. وبنعرف ان كينج ده بقى ملك غابه الجنيات وعنده قوه جباره. المهم الفارسه بتتعصب جدا منه وبتطلع على مكان عالي وبتجمع قوته علشان تخلص على كينج والباقي، وبتكون خلاص هتقتلهم بس الرمح بتاع كينج بيغير شكله وبيحوله لأرماح صغيره وبيصد الضربات كلها. وبعد كده الكينج بيكون مفكرها انها ماتت بس بتقوم مره واحده وبيطير على الكينج عشان تقتله، بس ميلودايس بيصد الضربه بتاعته وبيطيرها في السماء، وبعد كده بيختفي من غابه الموتى. وايزيبيس بتهجم عليهم وجسمها بيبتدي يختفي من المكان علشان بان بيكون خلص اللي عايزه، وبيجيله بعد كده الطفلين اللي اكلهم قبل كده وبيطلعوا هم غابه الموتى اصلا وبيشكروه على اكله وبيودعوه، قاليان هي كمان بتودعه، وكانوا كلهم مبسوطين جدا. وبعد ما بيرجعوا من عاصمه الموتى بيلاقوا الفارسه غيلا قدامهم واقفه كده مش بتتحرك، والواضح ان هي وقفت نبضات قلبها علشان تعرف تروح هناك وما تدخلش بذكرى ذنبه. وبان بيفكر يقتلها وكينج بيفكر يحجرها، وميلودايس بيقول لهم سيبوا الموضوع عليا. وبعد شويه القائد بتاع الفارسه غيلا بيلاقيها مربوطه كده بس ميلودايس مبدل وشها. المهم ان الخطايا بيبقوا متجمعين بعد كده وقاعدين يحتفلوا برجوع كينج ليهم، وكينج بيسالهم عن ايزابيث وهي ليه معاهم، وميلودايس بيعرفوا بيها وانها الاميره الثالثه للبلاد. وكينج بينصدم وبيكبر في نفسه على اساس انه راجل كبير، والبنت بتقول له خليك على طبيعتك، وفعلا بيرجع لطبيعته. وبعد كده ازيز بتقول له هو انت قوي كده ازاي، انت هزمت عدو ميلوديس وبان وديانا هزموه مع بعض. وكينج بيرد عليها وبيقول لها انا عارف ان قوي بس الثلاثه دول لو معاهم السلاح الامبراطوري بتاعهم كانوا هزموها بسهوله. وبعد كده كينج بيسالهم على مكان السلاح بتاعهم وديانا بتقول له انا ضيعته، وبان بيقول له
اتسرق مني، وميلودايس بيقول له انا بعته، وكينج طبعا لما سمع كده اتصدم. المهم في الوقت ده كان في متمردين عايزين غزو المملكة، بس غيل بينزل عليهم وبيهاجمهم واحد ورا التاني، وكان معاه فارس وبيكون اسمه هوزر وشكله كده قوي جدا. وفي الوقت ده في المملكة كان اقوى اتنين في الفرسان كانوا متجمعين كل فرسان الصغيرين وبيديهم نصايح للحرب اللي هتحصل. واول واحد فيهم اسمه اندركسين، وده بقى عنده قوة رهيبة، والتاني اسمه ديرفياس وده قوي جدا برضه. وبعد كده غيل وهوزور بيروحوا لديرفاس علشان يقولوا له اللي بيحصل، وبيقولوا له ان الخطايا السبعة انضم ليهم كينج وهم دلوقتي بقوا 4 مع بعض. وهوزور بيقول له بس هم اقوياء، يعني اكيد القوة بتاعتهم عادية زي البشر. وديرفاس بيقول له لا، انت تعرف مملكة ليونا اللي دمره، وهو واحد بس هو قائد الخطايا ميلوداس. بعد ما سيطر عليه غضبه، وهوراس بعد كده بينصدم وبيمشي. وبعد كده غيل بيحكي لديرفاس عن اللي اندريكسن بيعمله، وانه بيجمع مجموعة من المبتدئين تاني. وفي نفس الوقت كينج كان بيشرح لمولودايس عنهم برضه، وبيقول له مولودايس هتصدقني لو قلت لك ان غيلة فارسة مبتدئة ضعيفة؟ ومولودايس بينصدم وبيقول له انت بتهزر صح؟ في اعداد كتيرة جدا من الفرسان المبتدئين بدأوا يظهروا عندهم قوة كبيرة، ولكن محدش عارف مصدرها، بس الموضوع ده وراه حاجة. وهوك بيقول لكينج هو صح السلاح الامبراطوري بتاعهم بيعمل ايه ليه؟ وكينج بيقول له لو افترضنا ان البحر ده طاقة واحدة فيهم مثلا، هتاخد قد ايه في ايدك؟ شوية صغيرين طبعا، بس لو معاك السلاح الامبراطوري ده هتعرف تاخده. وهوك بيتفاجئ وبيروح على ميلودايس علشان يهزقه عشان باع السلاح الامبراطوري بتاعه. وبعد كده الكل بيرجع على الحانة علشان يتخمدوا، وايزابيث بتكون زعلانة جدا وخايفة على اخواتها في المدينة وحاسة ان في حاجة مش كويسة بتحصل. بس ميلودايس بيطمنها وبيقول لها ما تقلقيش انا هنقذ كل قرايبك. وايزابيث بتفرح جدا وبتكون مبسوطة، بس في المدينة فعلا كان في حاجة بتحصل. وغيلة بتاخد جاركون والفارس اللي ميلودوس هزمه ونقذ ايزيس منه، واندريكس بيكون واقف قدامهم وبيقول لهم اجهزوا علشان هتتولدوا من جديد. وبيكونوا مش فاهمين حاجة، بس اندريكس بيفهمهم وبيقول لهم الشيطان اللي بان قتله، وبياخد منه كوبايتين فيهم سائل كده مش عارف هو ايه الصراحة، وبيقول لهم اشربوه، اللي عايز القوة يشرب بسرعة يربع قبل ما الفجر يبدأ. وشيركيون بيفتكر بان وهو بيقل منها قدام الجنود وبتشرب الكاس في ثانية. وكذلك الفارس بيفتكر ميلودايس وهو بيضربه بيروح قام ببلبعه على طول. وبعد كده جيركيون وقعت على الارض وجاب الدم من بقها، والفارس ما وقعش، وبكده مفكر نفسه متوافق مع الشيطان، بس العكس صحيح يا صديقي. وجيركيون هي اللي نجحت وقامت بعد ما اكتسبت قدرات شيطانية. وهنا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة، وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.